السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. سلام البنات، ويشكم شحوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي يتم الصحة والعافية يا رب. وصفتنا لنهار اليوم هي مسكوتشو رخامي بطريقة سهلة وبسيطة ويجي هش وطالع ما شاء الله. نروحوا لطريقة التحضير بالتفصيل. عندي 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، رشة ملح وكيس إلا 4 سكر. نحطهم في غيسيبيون ونطلعوهم بالباتر ولا بلافوي كما تحبوا. نطلعوه مليح حتى يبيض معنا الخليط. من بعد نزيدو 2 باكي تاع الفاني ونخلطوا شويه، ومن بعد نبدو نضيفوا في الزيت اللي هو كيس الا ربع تاع زيت، نضيفوه على 2 دفعات غير بشويه، ونبقى نخلطوا ونزيدوا نضيفوا المكون الرائع والسحري اللي هو 2 علب ياقورت طبيعي. تقريبا انا فرغتهم وقستهم، نلقاهم كيس الا ربع بالتقريب يعني. ضفتهم طبعا لازم يكون بدرجة حرارة المطبخ، ما يكونوش باردين به ما يهبطوا لناش المسكوتشو تاعنا، والمسكوتشو تاعنا تجي طالعة ما شاء الله وهشة وخفيفة. من بعد نخلطوه مليح وراح نضيفوا المكون الاخير اللي هو كيس الا ربع ماء ساخن، راح نضيفوه ونبدو نخلطه بالباتور شويه حتى نتحصلوا على الرغوه هذه الخفيفه. من بعد راح نضيفوا 3 كيسان فرينة، طبعا تكون الفرينة تاعكم مغربلة، وهنا كل واحدة ونوعية تاع الفرينة تاعها، أخرى تشرب وأخرى لا. أنا تقريبا دت مني 3 كيسان فرينة، وقدرة تجي منكم حتى 2 كيسان فقط تاع فرينة، وضفت 2 باكي تاع خميرة الحلويات. نخلطوهم مليح ومن بعد نشوفوا القوام. اذا مازال يحتاجنا الفرينه راح نزيدو. انا في الاول هنا حطيت 2 كيسان فقط، وشفت الخليط مازال خفيف ومازال يحتاج لينا للكيس الثالث اللي هنا. هذا هو الخليط اللي تحصلت عليه، ما يكونش خفيف وما يكونش ثقيل. المول دهنته بشويه زيت فقط، ومن تحت درت له الالومنيوم، يعني قلت بالك يخرج معانا شويه من تحت ولا حاجه، بصح هو ما خرجش معانا، مي درته احتياط فقط. هنا تقريبا فرغت نصف الكميه في المول، ونصف والربع ربع الكمية المتبقية ضفت لها 2 مغارف كاكاو بني. انت تحب تضيفي كاكاو اسود، لك حرية الاختيار، يبقى ذوق فقط. هنا كي حطيت الكاكاو نحس في الخليط تاعي يعني ولا ثقيل شوية، ضفت له 2 مغارف ماء، حليت به الخليط كما تشوفوا. وفرغت الخليط هذا الثاني فوق الخليط الأول، وبديت غير بمغرفة ولا بسباتول ولا بحاجة نحرك فيه، يعني نشكل في الشكل الرخامي. ولا تحبوا يعني تفرغوا شوية من الخليط الأبيض وشوية من الخليط الأسود حتى تكملوا يعني الخليط تاعكم. هنا حطيتها طيبتها من تحت وزدت شعلت عليها من فوق كما تشوفوا، جت طالعة ما شاء الله، تجي خفيفة وهشة ورائعة جدا. كما تشوفوا المقادير بسيطة، كما عودتكم كامل في الفيديوهات انهم المقادير بسيطة، تبعوا المراحل فقط بالتفصيل اكيد راح تنجحوا فيها. شوفوا بسم الله ما شاء الله، قسمت معاكم هكا طرونش، شوفوا كيفاه جا هش وخفيف ورائع جدا. نتمنى عجبتكم الوصفة تاعنا تاع نهار اليوم، نتمنى انكم تجربوها، واي تعليق خلوه لي، يعني اي رأي تاعكم خلوه لي في التعليقات، اكيد راح نقراهم. ونقول لكم ما تنسوش ديروا لي جيم للفيديو تاع نهار اليوم، وتشتركوا في القناة اذا عجبكم الفيديو، وما تنسوش تشوفوا كامل الفيديوهات اللي حطيتهم من قبل. وذوك نقول لكم تهلاو في رواحكم والى اللقاء.